السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا حبيت احط لكم مقدمه كده في اول الفيديو عشان خاطر تعرفوا يومي بدأ ازاي وعملت ايه في اليوم بتاعي. يا رب الفيديوهات كده تكون بتعجبكم وتكون خفيفه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا مربيه طيور في بيتي، فكنت دبحه الفراخ البيضه دي وكنت منضفاها وحطاها في الفريزر. طلعت الكيس كده، طبعا كنت غسله حلوه ومنضفاه، بس برضو بطلعه كده واخليه يفك، وبعد كده بحط عليه شويه دقيق وشويه ملح. ما حطيتش حاجه اكتر من كده لان انا طبعا قبل ما بشيله في الفريزر بكون غسلاه حلو بالليمون، وكان غسلاه بالطماطم والدقيق والملح وكل ده، وبنقعه نقعه حلوه، برجع اشطفه تاني واصفيه واعبيه بقى في الاكياس واحطه في الفريزر. بس انا بحب اديله شطفه كده بالدقيق والملح وشطفه كده تحت الحنفيه واعلق عليه. همسك بقى اشطف الفراخ دي كلها زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش الحمد لله لا ريحه زفره ولا اي حاجه. نضفيها بس اهم حاجه من حلوه من اي حاجه تكون فيها عشان خاطر تطلع معاك الشوربه رايقه وحلو. هغسل بقى الحاجه ورايا على طول اول باول كده عشان مش عايزه اكركب الدنيا حواليا، برغم والله ان انا كنت بصبن ومش فاضيه خالص. بس كنت بحاول على قد ما اقدر يعني ايه ما بهدلش الدنيا حواليا، عشان مثلا ما خلصت تصبين وكده اجي الاقي كوم مواعين تاني اقعد احتار فيه. فانا كنت بحاول كده على قد ما بقدر يعني الحاجه اللي هو السخه اقوم شطفها على طول اول باول كده، عشان يكون مطبخها على طول نظيف وما تبهدلش يعني ايه في غسيل المواعين وكده. حتى والله لما بكون مش فاضيه او كده بحاول برضو ان انا انضف المطبخ وراي واخليه يعني نضيف وحلو وراي. غسلت بقى الفراخ ونضفتها كده زي ما انتوا شايفين الفراخ نضيفه ازاي وحلوه ازاي. حتى الرجل والله نضيفه لان انا طبعا الحمد لله بنضف لهم على طول. وكان على طول يعني تحتهم نضيف. خلاص بقى حطيتهم من الاول على صدمه، اهم حاجه تحطها على صدمه. بعد كده بقى قشرت 3 بصلات، انا بحب اخرط بصلايه كده فوق الشوربه عشان بحس بالنفس بتاعها اقوى من البصلايه لما تحطها سليم. انا بحب احطها كده، وبحب كمان اشوفها كده على وش الشوربه بتخلي لك يعني الشوربه حلوه. حطيت برضو نص قرن من الفلفل مش حراق، وفصين كده من التوم، وهحط الطماطمتين سلام زي ما هما كده لان انا هعمل صلصه، فهاخد معلقه كده او معلقتين واحطها على الشوربه. انا بصراحه ما بحب الشوربه تكون اللي هي بيضه، انا بحب تكون لونها احمر وحلوه كده تفتح النفس، ما بحبهاش خالص بيض. هحط كده شويه فلفل اسمر ورشه من الجرفه. رشه الجرفه دي بتخلي لك الاكل ليه نفس حلو كده. جربيها، انا متاكده ان هي ان شاء الله تعجبك في اي نوع اكل بتطبخيه او بتعمليه. وحط رشه صغيره، ما تحطيش ياما عشان ما تمررش معاك الاكل، بتخلي لك نفس الاكل ريحته حلوه وطعمه كمان احلى. حطيت رشه كده من الجرفه وشويه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر ده انا مجلبه عليه ملح. بحب يعني اجلب عليه ملح عشان بستخدمه ياما مثلا على اي حاجه بحتاج منه يعني بقوم حاطه على طول. حطيت ورقتين كده من اللوري وحبهان واتنين 3 جرنفل، وعندك مستكه بقى حطي براحتك انت بقى ايه، متزوديش توابل ياما عشان خاطر الشوربه ما تبقاش غامقه معاكي، تكون لونها حلو كده، وكمان اللحمه يكون لها طعم حلو كده معاكي. متكترش في التوابل، خير الامور الوسط، حطي اللي موجود في بيتك. لو عندك شويه ملح وشويه فلفل اسمر ورقتين من اللوري حطيهم واستكفي بيهم. هحط بقى الميه عشان خاطر تغلي كده وتعملي شويه شوربه حلوين، وهغطي عليها واسيبها على نار هاديه خالص، لان طبعا انا كنت معلقه عليها وبروح اطلع الدور من الغساله وبشوف يعني ايه اللي ورايا.
هغطي عليها بقى واسيبها على نار هاديه براحتها خالص. طبعا انا بحب احط لكم الحاجه ورا بعضها عشان خاطر ايه، يبقى الفيديو كده مترتب. انا رحت طلعت دار وشطفته وحطيته في النشافه، وجيت علقت بقى ايه هحمر كده. هعمل الصلصه بتاعت الفراخ عشان هحمر الفراخ في الفرن. جربوا الفراخ دي ان شاء الله. لو شفت فيديوهات تلاقيني على طول بحمرها في الفرن. بقيت بصراحه بستسهل وطعمها احلى من المشويه كمان. هنا بقى حطيت شويه من الزيت ونزلت بشويه توم كده، راس توم كبيره كده، خرطتها زي ما انتم شايفين معايا، وهجليها كده. وهنزل بالكيس من الطماطم. الطماطم دي بقى بتنفعني في يوم انا اكون مستعجله، اكون بصبن، اكون كده، فبطلع كيس على طول وبستخدم منه. هنزل بقى كده بكيس طماطم، وهحط التوابل بتاعتي. هحط معلقه صغيره من السكر، واحط الملح، واحط شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسمر، معلقه صغيره من القرفه، رشه صغيره خالص. ما تكتريش في القرفه زي ما قلت لك عشان ما تمررش معاكي الاكل. التوابل اللي عندك بقى حطيها، وبعد كده ايه غطي عليها وهدي النار عليها وسيبها براحتها خالص تفوق. انا حبيت احط لها كده ورقتين من اللوري عشان خاطر تخلي برضو التغذيه معايا حلو. انا خدحت عشان هعمل برضو مكرونه. هسلق شويه مكرونه كده وهعملهم على طول مع الفراخ، وهعمل برضو شويه رز ابيض كده. اهم حاجه بس توطي النار خالص عشان ما تشتش معاكي او كده وتبوظ معاكي. هسيبها بقى على نار هاديه. طبعا بعد وقت، بعد ما الفراخ كانت استوت خلاص والتخدعه كانت خلاص جهزت معايا، حطيت كده شويه ميه على النار تغلي، وحطيت الملح، وحطيت شويه كده من الزيت. وبعد كده هنزل بالمكرونه واسلقها حلو. بعد كده اشطفها واحطها بقى ايه في الحاجه، يعني في الحله بتاعتها تستوي براحتها تتلدن يعني. وهنا بقى هطلع الفراخ، ما كانش في وقت خلاص، كان الوقت دخل عليا. هطلع بقى الفراخ كده واحطها في الصاج، وهرش عليها من الصلصه اللي انا عملتها. وبعد ما بتحط الصلصه بتقوم رشه كده شويه صغيرين من الزيت على وش الفراخ، شويه صغيرين. عندك البخاخه بتاعت الزيت دي، رش برضو بالبخاخه. بس كده، ودخلها الفرن تديكي احلى لون. وهتشوفوها برضو معايا في اخر الفيديو. مش هتصدقي ان دي فراخ مسلوقه ومعموله بشوربه، وبتستفادي من الشوربه بتاعتها برضو. عايزه محشي، عايزه بقى اي ملوخيه، عايزه اي حاجه، فانت بتستفادي من الشوربه بتاعتها. ليه مثلا ممكن تقولوا ليه ما بتتبليهاش وتقومي مدخلاها الفرن وتريحي نفسك؟ انا نفسي اعمل كده والله يا بنات، بس انا عندي طبعا انتوا عارفين الناس الكبيره وكده حمايه، لازم يكون في شوربه على الصينيه عشان خاطر يغمس منها وكده ويشرب برضو منها. طبعا انتوا عارفين يعني الناس الكبيره لازم يكون في شوربه وكده. وطبعا عندي جوزي وبناتي لازم يكون في فراخ مشويه. فانا بحب ايه استغل يعني، لا زعل دي ولا زعل دي، فبقوم سلقها كده واستفاد بالشوربه، وبقوم محمراها في الفرن زي ما شفتوا معايا كده. واقول لهم بقى ايه ده فراخ مشويه، بتعجبهم يعني وبياكلوا منها والحمد لله بتكون عاجباها. فانت لازم كده تمشي نفسك وترضي جميع الاطراف اللي عندك في بيتك. طبعا ممكن يكون عيل عندك بيحب كذا وما بيحبش كذا، فانت يعني ايه تحاولوا على قد ما تقدري توفري يعني ما بين الاتنين. خلاص سلقت المكرونه وحطيت عليها شويه ميه ساقعين كده عشان تهدي الحراره بتاعتها. ونزلت على طول بالتخديعه. طبعا التخديعه متبهره وكل حاجه وفيها كل حاجه جاهزه. انا دقتها بس لقيتها عاد هزه، فبحب احط لها كده شويه فلفل اسمر. هسيبها بقى تتلدن خالص كده براحتها معايا على ما اكمل بقيه الاكل. واقدم الاكل يعني تكون هي استوت معايا. هحط لها كمان شويه من التخديع عشان لونها يكون احمر وحلو. بس هنا بقى خلاص هتستوي معايا بقى واقدم الاكل. وده شكل الاكل معايا. شايفين المكرونه لونها احمر وحلو الزن. وعلقت برضو على شويه رز ابيض، والشوربه برضو معايا حلوه الزن. وعملت سلطه. ايه رايكم بقى في الفراخ؟ بالله عليكم دي فراخ مسلوقه؟ اكيد مش فراخ مسلوقه. بس هنا خلص فيديو النهارده. يا رب الفيديو كده يكون خفيف وتكونوا استفدتوا منه لو معلومه بسيطه. ما تنسونوش بقى بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. بالله عليكم دي بقى مش فراخ مشوية، اكنها فراخ مشوية اهي. وقضيت يعني الغرض ورضيت دي ورضيت دي، ما زعلتش حد مني. خلاص بقى بعد الغدا غسلت مواعيني وكفيت المواعين اللي هي على المطبقية زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة رجعتها في مكانها والحوض لمحته وكل حاجة كانت نظيفة الحمد لله معايا.
وشايفين برضو الحلل، كمية حلل كانت ياما عندي غسلتها برضو بالصابون البلدي ده، بيخلي لك الحوض وكل حاجة معاكي بتلمع زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى ان الفيديو كده يكون خفيف وتكونوا استفدتوا منه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.